طيب احنا كنا وقفنا عند ايه؟ الكاش فلو. الكاش فلو بمنتهى البساطه هي قايمه بقى ديت. انا بالنسبه لي انا كراجل بتاع فاينانس هي دي اهم قايمه على الاطلاق. ليه؟ وهتكلم وهنشرح القصه دي بالتفصيل. الكاش فلو ستيتمنت لما اتعملت في الاساس عشان تقول لنا الفلوس راحت فين. تمام، احنا صرفنا الفلوس دي في ايه. هي اوجه الانفاق في اي شركه عموما هم ثلاث حاجات ملهمش رابع. يعني مثلا انت بتصرف الفلوس اللي جات لك الان والاوت اللي حصل على عمليات تشغيليه، حاجات خاصه بالاوبريشن بالبيزنس نفسه. تمام. او ان احنا الفلوس دي صرفناها على انفستمنت. ابتديت مثلا انا مصنع، فرحت اشتري خط انتاج، بعمل تحديث لخط انتاج، بشتري اي فيكسد اسيت بشكل عام، سواء كانت مكاتب مش عارف ايه حاجات زي كده. والحاجه الثالثه الفاينانس اكتيفيتيز. ايه بقى الفاينانس اكتيفيتيز ديت او الفاينانسنج اكتيفيتيز؟ طيب انا النهارده رحت الاوبريشن بتاعي ده، لو هو هيلسي فاكيد هيبقى فيه سيربلس في الكاش فلو. لو هو مش هيلسي هيبقى نيجاتيف. وبرضه ده ما اقدرش اعممه على كل الشركات لانها بتختلف على حسب الانشطه بتاعت الشركات. طيب الفاينانسنج اكتيفيتيز دي دورها ان هي بتديك انديكيتور ان الشركه لجأت للتمويل. وزي ما احنا خدنا في المحاضره اللي فاتت بتاعت الاكاونتنج مع الدكتور، مصادر التمويل هي يا ديبت يا ايكوتي. يا اما المساهمين يروحوا يحطوا فلوس، يا اما يلجأوا للبنوك عشان خاطر ايه؟ يمولوا الاكتيفيتيز بتاعتهم. الاكتيفيتيز اللي هي الاوبريشن يعني. تمام. فالقائمه بتاعت الكاش فلو ديت بتوريني الشركه بشكل عام استخدمت الفلوس ازاي، والفلوس راحت معاها فين. تمام. وهي في الاخر خالص كلينك بقى مع البالانس شيت، حته بقى هناخدها عشان خاطر نلنك بين القوائم وبعضها والعلاقات بين القوائم الماليه. رصيد الكاش فلو في نهايه الفتره، تمام، لازم هو رصيد النقديه والبنوك اللي موجود في البالانس شيت. تمام. طيب هي الكاش فلو بقى بتشتغل ازاي؟ الكاش فلو بشكل عام ليها طريقتين. تمام. في حاجه اسمها الطريقه الدايركت والطريقه الاندايركت اللي احنا شرحناها معلش شويه بس دي. عشان اجمع دلوقتي الثلاث حاجات اللي الشركات كلها بتصرف فيهم. بالظبط. هما الاوبريشن ايوه. والانفستمنت بالظبط. والفاينانشال اكتيفيتيز. يعني ايه فاينانشال اكتيفيتيز؟ ما فهمتهاش. مش الفاينانشال اكتيفيتيز ان هي راحت مثلا خدت قرض من البنك. تمام. يعني هي بس ده كده بيوريك انكم. بيوريك ما ان صرفتش. انت مثلا في السكشن بتاع الاوبريشن كان في نيجاتيف كاش فلو، يعني ظاهر بالسالب. حلو. اوكي. الشركه كده عليها فلوس او مديونه. خلاص. او صحيح. عندها عجز نقدي، عندها ديفيسيت. خلاص. حلو. الديفيسيت ده هتموله ازاي؟ راحت خدت فلوس من البنك، ففي كاش راح خد ان القرض. جالها من البنك. الكاش ان اللي جالها اه. من البنك عملت بيه ايه؟ مولت بيه الديفيسيت الاوبريشن. اللي هو في موجود في الاوبريشن. العجز اللي كان او موجود في او الاوبريشن. ممكن تكون مولت انفستمنت، بتعمل خط انتاج. تمام. وخط الانتاج ده محتاج له فلوس. فخط الانتاج دوت انا معيش فلوس ان انا الاوبريشن بتاعي مش هقدر ان انا اغطي الانفستمنت اللي انا عايز طب ما اعمله. هو ده بالنسبه لي هيكون برضو اوبريشن او انفستمنت، ليه عملنا له سيكشن لوحده اللي هو فاينانشال اكتيفيتيز يعني؟ ما هو الفاينانشال اكتيفيتيز دي بتوضح ان القارئ القوائم الماليه، تمام، بيشوف ان النهارده الاوبريشن بتاع الشركه او الاوبريشن اكتيفيتيز او الانفستمنت اكتيفيتيز دول تم تمويلهم من مصدر بقى خارجي من الشركاء من وات ايفر. خلي بالك الفاينانسنج اكتيفيتيز دي برضو لو الناس مثلا حطوا فلوس، المساهمين حطوا فلوس عشان يمولوا الشركه او يزودوا راس المال، بتظهر ضمن اوكي. الفاينانسنج اكتيفيتيز. خلاص. لو هو اوكي. راح استلف من البنك فتظهر برضو ايه؟ ضمن الفاينانسنج اكتيفيتيز. لو الاثنين مع بعض بتظهر ضمن الفاينانسنج اكتيفيتيز. يعني اي فلوس من بره الشركه دي فاينانسنج اكتيفيتيز. او من جوه، من بره او من جوه. يعني لو الشير هولدرز اه. ضخوا فلوس، قررنا كان راس المال بمليون ريال، وخدنا قرار ان اوكي. احنا هنزود راس المال ل 2 مليون ريال. خلاص. عشان حلو. نمول النشاط والانشطه الاستثماريه والحاجات اللي زي كده. فدي تظهر جوه الفاينانسنج اكتيفيتيز. تمام زي الفل. زي تمام. الفل. طيب